انطلاق العمل ببطاقة تعريف وجواز السفر البيومتريين في 25 و2000 وفي التفاصيل. فقد أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للأمن الوطني عماد مماشة تقدم إنجاز مشروع بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين بنسبة تقارب 70%. وأضاف مماشة في تصريح إعلامي أن انطلاق العمل بهما سيكون في السداس الثاني من سنة 25 و2000 لتعمم كليا في ظرف 3 سنوات. وأوضح العميد مماشة في ذات السياق أن البصمة والصورة الفوتوغرافية ستكون مخزنة لدى وزارة الداخلية لدى الإدارة المركزية للإعلامية من خلال قاعدة بيانات، مشيرا إلى أن بطاقة التعريف البيومترية ستكون متعددة الاستعمالات بفضل الشريحة الإلكترونية، خاصة على مستوى رقمنة الإدارة، إلى جانب إنشاء نظام معلوماتي من خلال منصة رقمية لتبادل المعلومات بين الإدارات والمؤسسات بهدف تسهيل الإجراءات الإدارية. وكذلك أوضح الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للأمن الوطني أنه من المبادئ الأساسية للمشروع الالتزام بحماية المعطيات الشخصية ومكافحة التزوير ومركزية إنتاج الوثائق على مستوى إدارة الشرطة الفنية والعلمية والإدارة العامة للحدود والأجانب. نصل معكم لختام هذا الفيديو مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة وطيب الاهتمام. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.